السلام عليكم. فيديو سريع كده جدا النهارده عايز اكلمكم فيه عن تجربتي ازاي سافرت من مصر لكندا بتصريح عمل مقفول اللي هو بيحتاج LMIA، لان بصراحه الموضوع ده فيه كلام كتير جدا وفيه نصب كتير جدا موجود على النت يعني. فخليني اشارك معاكم تجربتي بالتفصيل، بدايه بقى من اني ازاي اصلا لقيت شغل جوه كندا من وانا في مصر، مرورا بقى بالانترفيو، التفاصيل بتاعه الابليكيشن، بالمده، بالتكاليف، بكل حاجه لحد ما وصلت لكندا. وهقول لك برضو لو انت عايز تدور على شغل جوه كندا ايه افضل طرق ان انت تلاقي بيها شغل جوه كندا لو انت بره كندا، والاهم بقى من ده ازاي تتجنب اساسا الاعلانات بقى اللي هي الفيك والنصب اللي موجوده كتير جدا على الانترنت. في البدايه بس خليني اعرفك انا بعمل ايه اصلا وبشتغل ايه. يعني انا شغال في مجال الجرافيك ديزاين، وبالتحديد في مجال الفيجوال افكتس. اشتغلت فتره طويله جدا في مصر، وقبل ما اسافر بسنتين تقريبا ابتديت ان انا اشتغل مع شركات اجنبيه فريلانسنج من وانا في مصر برضو. كنت بصراحه مبسوط جدا ومستقر جدا في الشغل وماديا وكل حاجه، لكن فضلت بقى ان انا اخد الخطوه اللي بعد كده وابتدي اشتغل في الشركات الكبيره. ندخل على اول حاجه، ازاي لقيت شغل من وانا في مصر جوه كندا وقدرت ان انا اتواصل مع الشركات واعمل انترفيو واسافر. اول حاجه بدات ادور على ايه هي الشركات الكبيره اللي هي بتعمل الشغل بتاعي، وهنا طبعا عرفت ان اكبر الشركات يعني في المجال بتاعي هي في كندا وامريكا وانجلترا. فابتديت ادخل على المواقع بتاعه الشركات دي واشوف الوظيفه بتاعتي مطلوبه ولا لا. بعد كده ابتديت املى الابلكيشن، قدمت في شركات كتيره جدا. بس هنا في ملحوظه مهمه، انا ما دخلتش مثلا وعملت ابلكيشن في شركات مجهوله الهويه بالنسبه لي او شركات صغيره. ده لسببين. السبب الاولاني ان انا ما اعرفش اصلا الشركه دي حقيقيه ولا مش حقيقيه، ولا دي شركه كبيره ولا شركه صغيره، ما اعرفش عنها حاجه. السبب التاني وده المهم بقى، ان مش اي شركه في كندا هتقدر تجيب اي حد من بره كندا، حتى لو المجال اللي انت بتشتغل فيه ده مطلوب كتير جدا في كندا. يعني مثلا في المجال بتاعي تقريبا الشركات اللي تقدر تعمل تصاريح عمل سواء انت جوه كندا او بره كندا هي شركات معدوده على الصوابع تقريبا. يعني هو ما يعدوش اساسا 10 شركات في كندا كلها. انا دلوقتي بدخل قريت الجوب ديسكريبشن كويس جدا، قريت ايه هي المتطلبات اللي موجوده، واحيانا كمان بيكون موجود في شرط، هل الشركه بتقدر تخلص تصريح عمل ولا ما بتقدرش. لو الشركه مكتوب ان احنا ما بنقدرش مثلا نجيب حد من بره او نعمل تصريح عمل، لو انت ما معكش مثلا اوبن ورك بيرميت او PR، فاحنا خلاص في الحاله دي مش هنقدر ناخد الابلكيشن بتاعك. ففي الحاله دي ما بقدمش. لكن الشركات اللي هي ما بتكونش كاتبه اساسا حاجه زي كده كنت بقدم فيها كلها. ابتديت اقدم في كل الشركات دي، وملحوظه مهمه جدا، كل الشركات اللي انا قدمت فيها شركات انا عارفها بنسبه 100% وعارف شغلهم كويس جدا، وفي ناس اساسا من شغاله في جوه الشركات دي انا عارفهم يعني على لينكد ان ومعروفين جدا بالنسبه لي. فده رقم واحد، الشركات اللي انا قدمت فيها انا عارفها 100% وعارف ان دي الشركه دي بتعمل الشغل بتاعي. حاجه كمان، كل الاعلانات اللي كانت بتيجي قدامي اللي هي بقى من نوعيه عقد عمل في كندا واقامه مش عارف ايه وتذاكر سفر والكلام ده كله، الكلام ده اساسا ما كنتش ببص له، ولا كان بيجي في بالي اصلا ان انا افتح اعلان من ده او اقرا اعلان من ده او اي حاجه، لان الحاجات دي غالبا نصب وغالبا مش موجوده، وغالبا اساسا في كندا تحديدا يعني الحاجات دي اساسا مش حقيقيه. ولحسن حظي في شركات من اللي انا بعت لهم بداوا يردوا عليا ويحددوا معايا انترفيو. فده بالنسبه للموضوع ازاي انا لقيت شغل من وانا في مصر جوه كندا. بعد كده حددت اول انترفيو مع شركه معينه وعملت معاهم الانترفيو والدنيا مشيت تمام، وبعد كده بعتولي الجوب اوفر. بعد الجوب اوفر ولقيت الدنيا تمام وكل حاجه، وقريت العقد كويس جدا وقريت كل حاجه، مضيت على العقد وبعته. بعد كده محامي الهجرة من الشركة تواصل معايا عشان بقى يعرفني ايه الورق المطلوب والابلكيشن هيمشي ازاي وكل الكلام ده. عادة الشركات الكبيرة بيكون فيها ايميجريشن تيم خاص بيهم هم، يعني عشان بيجيبوا ناس كتيرة من بره وكده، فبيكون ليهم ايميجريشن تيم خاص بيهم. وفي شركات تانية بتتعامل مع مكاتب. الورق اللي اتطلب مني بقى ايه؟ الباسبور، شهادة الجواز، طبعا باسبور مراتي، ابني، شهادة ميلاد ابني، الفيش والتشبيه والكشف الطبي وشهاده الجامعه كمان. وهنا شهاده الجامعه ما اتطلبش مني اللي هي تكون معمول لها تقييم مثلا في ويس او حاجه، لا يعني اساسا انا ما كنتش اعرف اي حاجه ليها علاقه بالهجره. انا كل اللي كنت اسمع عنه الاكسبريس انتري بس، ما كنتش اعرف اي حاجه تاني، ما كنتش اعرف اصلا تفاصيلها. فاللي اتطلب مني هو الورق ده بس كده، وشهاده الجامعه مترجمه وبعته وخلاص. طيب التكاليف بقى او الحاجات دي كام؟ ما دفعتش اي حاجه غير بس الكشف الطبي وطبعا الفيش هو اللي انا دفعت فلوسه.
واللي انا عرفته بعد كده اصلا لما جيت كندا، ان الشركه قالوا لي لو انت معاك الريسيتس يعني بتاعه الكشف الطبي والكلام ده، كنا هندي لك الفلوس بتاعتها تاني. فمفيش حد طلب مني فلوس، تمام؟ يعني فوق ان انا متاكد من الشركه دي مليار في المليار، يعني ان مفيش حد طلب مني فلوس. حتى البايومتريكس اصلا هم قدموا عليها وبعتوا لي PDF كده، رحت انا ومراتي عملنا بس خدنا يعني اتصورنا وعملنا البصمه وخلاص، هم حتى كمان اللي دافعين دي. الورق اخد حوالي 3 شهور، 8 اسابيع 9 اسابيع كده، لحد ما خدت ابروفال على التصريح العمل. الكلام ده كان في 2000، كان نص 2017. بعد ما خدنا الفيز سافرت انا ومراتي وابني خلاص لكندا، وهم الشركه هي اللي دفعت لنا تذاكر الطيران والفندق لاول 3 اسابيع. وخليني برضو اكد ان مش كل الشركات بتعمل كده، يعني مثلا في شركات في المجال بتاعي ناس اصحابي سافروا عليها، في دفعوا قالوا لا احنا هندفع تذكره ليك انت بس، والباقي مش وباقي اسرتك يعني مش هندفعها. وفي مثلا شركات تانية بتدي لا اسبوعين بس في الفندق وانت شوف شقه. في شركه تانية برضو قالوا لي لا احنا مش هندفع لك تذاكر طيران ولا هندفع لك فندق ولا اي حاجه. لما جيت انقل يعني وانا بتنقل جوه كندا، قالوا لي احنا هندي لك مبلغ معين وانت اتصرف يعني في تذاكر طيران وفندقك وكل الكلام ده. فده خلاصة الموضوع يعني. وفي شركات تانية برضو، ده لسه مع حد اعرفه شخصيا يعني لسه جاي برضو، شركات شركة قالت له احنا مالناش دعوه باي حاجة خالص بقى خالص، ولا كل المصاريف انت هتدفعها. انت هتدفع المصاريف اللي هي تصريح العمل عن طريق اللينك، يعني ادخل اعمل الابليكيشن، ادخل ادفع بنفسك، مش بتدفع للشركة، تمام؟ احجز تذكرتك بنفسك، احجز فندقك بنفسك، احنا ملناش دعوه خالص. احنا كل اللي احنا بنعمله اللي احنا بس بندي لك اللي هي الورقه بتاعه LMIA، او ان انت مثلا بنساعدك ان انت تكريت ابلكيشن على الويب سايت وكل الكلام ده. وهنا في حاجه عايز اقولها، انا قلتها في اول فيديو ليا على القناه، هي فكره اللي هو انت ما تسمعش او ما تبنيش قرار بناء على تجارب حد تاني، او حد يقول لك مثلا معلومه او حد يقول لك كلمه فتبتدي تبني قرار عليها يعني، او تاخد قرار عليها بناء بس ان انت سمعت جملة من حد او كلمة من حد. لان انا في الوقت بتاعي اتقال لي ايه بقى، ان انت لو ما سافرتش دول كتير مستحيل تسافر كندا من مصر دايركت. انا عمري في حياتي ما سافرت اي دولة خالص، انا طلعت من مصر لكندا على طول. فكنت دايما بسمع الكلام ده اللي هو انت مستحيل، اللي انت مش هتاخد الفيزا اصلا، مش هينفع. الكلام ده ممكن يكون منطقي ومقبول في حالة ان انت بتقدم على فيزا سياحة مثلا، وانت مثلا ما عندكش الاثباتات الكافية ان انت هترجع، فماشي ده ممكن. لكن بالنسبة لاي حاجة تاني الكلام ده مش حقيقي. انا سافرت من مصر لكندا اول مرة بتصريح عمل وكل حاجة، ده كان كل تقريبا الورق المطلوب. حتى ما طلبش مني ان انا اعمل تيست ايلتس او اي حاجة، لان تصاريح العمل يعني الشركه هي بتقول للحكومه احنا عايزين الشخص الفلاني، احنا هنجيبه وهنشغله معانا، تمام؟ فحتى ما عملتش امتحان انجليزي ولا اي حاجه. طيب علشان ما اطولش عليكم، لان برضو في الاول وفي الاخر يعني ده موضوع تجربه شخصيه بشكل كبير، فمش عايز اوجع دماغكم بيها. ازاي بقى لو انت بتدور على شغل من مصر مثلا او في اي دوله تانية، ازاي تلاقي شغل جوه كندا، وايه هي افضل طريقه ان انت تلاقي شغل جوه كندا؟ اول حاجه طبعا لازم انت تبقى عارف مجال شغلك كويس جدا، هل هو مطلوب جوه كندا ولا لا. يعني هل وظيفتك دي او المجال اللي انت شغال فيه ده مطلوب جوه كندا؟ طيب نفترض دلوقتي ان انت مثلا بروجرامر مثلا، وانت ما تعرفش هل مجال البرمجة ده مطلوب في كندا ولا لا. خلاص، ابتدي اعمل سيرش على جوجل، شوف المجال، شوف انت مثلا التخصص بتاعك هل ده مطلوب جوه كندا، ايه الشركات اللي بتشتغل في المجال ده جوه كندا، ايه المقاطعات، في انهي مقاطعات، في انهي مدن، تمام؟ ابتدي خش على لينكد ان، ابتدي اعمل فولو للشركات الكندية اللي هي شغالة اللي موجودة في كندا اللي بتعمل الشغل بتاعك. خش على الويب سايتس بتاعتهم، شوف الوظائف اللي بيطلبوها، شوف شغلهم، شوف الريكروترز اللي شغالين في الشركات دي، ابتدي تواصل معاهم بشكل يكون كويس، وهقول لك ازاي برضو الشكل الكويس اللي انت تتواصل معاهم فيها. طبعا السي في بتاعك يكون متحضر كويس جدا. لغة التواصل بتاعتك، وهنا مقصودش قوي اللغة الانجليزي، يعني طبعا كل ما يكون الانجليزي بتاعك يكون كويس كل ما يكون افضل، لكن انا اقصد هنا لغة التواصل. يعني لان مثلا في ناس
بتيجي تتواصل مع ريكروترز، بتدخل كده بتروح راميه السي في على طول وانا عايز اشتغل معاكم. الكلام ده طبعا مش صح، لكن اللي انت بتعمله انا اسمي فلان الفلاني بشتغل كذا، وانا شفت مثلا شغلكم على الويب سايت وده الشغل بتاعي، واتمنى ان انا الاقي فرصة شغل معاكم وحابب ان انا اشتغل معاكم وخلاص، انت فاهم، وشكرا، وتختم الرسالة وخلاص. الحاجة التانية خش على المواقع اللي هي زي مثلا جلاس دور تقريبا. شوف بقى، يعني انت مثلا عرفت ان في شركة A بتشتغل في المجال بتاعك في كندا، خش على المجال ده، شوف خش على الويب سايت ده اللي هو اسمه جلاس دور تقريبا. شوف اعمل بحث على اسم الشركة دي، شوف الناس الموظفين بيقولوا عليها، وما تاخدش برأيهم خالص، ما تاخدش برأيهم، لان في ناس بتقول اي كلام. وما تاخدش برضو بالمرتبات اللي هي مكتوبة، لكن انت بس بتاخد فكرة عامة عن الشركات دي. يعني بتشوف ان دي شركة موجودة، ان دي بتدي مرتبات كذا، فكرة عامة بس، تمام. لكن ما تاخدش كل حاجة حرفية، لان الكلام فعلا اللي موجود على الويب سايتس دي ما بيبقاش دقيق 100%. خش على الجوب بانك اللي هو الموقع الرسمي بتاع كندا، وده برضو يعني ما تاخدش الكلام 100%، لان حتى في المجال بتاعي اللي انا شغال فيه هنا بقالي 6 سنين، في كلام كتير من اللي موجود هو مش دقيق، يعني حتى المرتبات مش دقيقة، تمام. الاهم من ده بقى ان الشركات الكبيره فعلا في المجال ده مش موجوده اصلا على موقع جوب بانك. فدي حاجه اساسا يعني من الحاجات اللي هي ايه، تاكد لك. يعني انت خد بس فكره، يعني خد فكره عن الشركات، وخد فكره بس عامه كده عن المرتبات والكلام من ده. الاهم بقى من كل ده، ابعد بقى تماما تماما عن الاعلانات بقى اللي هو ايه، عقد عمل في كندا مش عارف ب 4000 دولار وتذكرة سفر ونوم ومش عارف. ابعد عن الكلام ده، لان غالبا الكلام ده نصب. لو انت عايز تشتغل مع شركة معينة او تجيب عقد عمل من شركة معينة، روح دايركت للشركة اللي بتشتغل في المجال بتاعك. لان ببساطة لو هي شركة مش معروفة ومش قادرة تجيب ناس ان هي بنفسها، يعني فهي مش قادرة تجيب حد اصلا. يعني انا في شركات كبيره جوه كندا كانوا بيقولوا لي لا احنا ما نقدرش لا، وانا موجود جوه كندا كانوا بيقولوا لي لا احنا ما نقدرش نعمل لك تصريح عمل. ففكره ان هو يبقى في شركه مجهوله الهويه كده تجيب ناس اساسا من بره لشركه تانية، ده كلام مش منطقي اساسا يعني. بس كده، فده تقريبا كل التفاصيل بتاعت التصريح العمل، من اول ما لقيت شغل اساسا جوه كندا لحد ما سافرت ووصلت كندا. بس ده كده كان فيديو النهارده. لو انت لسه بتتفرج لحد هنا وعايز تعرف اكتر عن سوق العمل في مقاطعه بريتش كولومبيا بالتحديد في ال19 سنين الجايين، في فيديو هنا انا عامله، ده تقرير رسمي بيتكلم عن مستقبل سوق العمل في مقاطعه بريتش كولومبيا. اتمنى ان هو برضو يكون مفيد. بس واشوفكم بقى الفيديو اللي جاي. سلام عليكم.